عشان ما يدفعش تمن تذكرة القطر قرر ان هو يقتل. شاب مصري عنده 21 سنة في ايطاليا، مسافر وراكب القطر مع بنت عندها 15 سنة. جاله الكمساري قال له هات التذكرة، ما ردش عليه. كرر السؤال مرة واثنين وثلاثة، تعاملوا معاه بتجاهل تام. الكمساري عرض عليهم قال لهم لو انتوا مش معاكم التذاكر انا ممكن ادفعك تمن التذكرة بس وما ادفعكش اي غرام. البنت اللي كانت مع الولد قررت ان هي تتعامل مع الكمساري بقلة ادب، فالكمساري قرر ان هو ينزلهم من القطر وقال لهم لو كده هطلب لكم البوليس، وبالفعل نزلهم من القطر. البنت تطاولت على الكمساري بالضرب بالايد وقلة الادب والحاجات من دي. الشاب بدل ما ياخد البنت اللي معاه ويمشي، لا، قرر ان هو يطلع آلة حادة ويطعن بيها الكمساري. خبطه خبطة في كتفه وخبطة في دراعه، ما قتلوش والحمد لله. الشاب بعد ما طعن الراجل هرب، فكر نفسه ان هو كده خلاص نجا، بس ما كانش يعرف كل ما كان في كاميرات متصور اللي موجود واللي حصل كله. والحكومة الإيطالية عرفت ان هي تجيب الشاب دول من الكاميرات بتاعتها. الشاب دلوقتي موجود في اسم البوليس، والكمساري لسه في المستشفى لحد دلوقتي. مراته بتقول انا مش هرتاح غير لما جوزي يرجع. انت استفدت ايه لما عملت حاجة زي كده؟ اهلك باعولك فلوس وجابوك هنا مش عشان انك تتصرف تصرف زي ده. انت كنت هتقبل ان ابوه يطلع الشغل وتسمع ان ابوك حد طعنه في كتفه او طعنه في دراعه؟ ما كنتش هتقبل حاجة زي كده اكيد. لازم نحترم البلد اللي احنا جيناها ونحترم قانونها. طالما مش ناوي او ما معكش فلوس او ليك ظروفك، خلاص احترم القانون وانزل من القطر. انت لما بتتصرف تصرفات زي دي ما بتتصرفش باسمك انت بتتصرف باسم المصريين اللي موجودين كلهم.